الحاجات الغريبه برضو اللي حصلت لنا واحنا بنعمل البراند، احنا قلنا احنا هنبدا على تقيل، كنا قاعدين على القهوه كده وقلنا البراند ده ان شاء الله هينجح، فهنعمل اعداد كبيره جدا. فقلنا بس احنا مشكلتنا نقسم الالوان ازاي. احنا عندنا 5 الوان: احمر، ازرق، اسود، ابيض، وجملي. كان مشكلتنا بس هنعمل كل لون قد ايه. فالمهم انا بقول لشريكي اسمع مني، الاحمر ده مش هيبيع، احنا نعمله اقل لون. يقول لي ليه؟ ما هو اكتر لون بيبيع بره مش عارف ايه. يقول له استنى بقى، انا عارف دماغ المصريين كويس، الاحمر مش هيمشي في مصر. يقول لي يا ابني اسمع مني. اقول له انا يعني ما بفهمش؟ يعني انا شغال في العربيات، العربيات دي ملعبي، اعرف انا بقول لك ايه. فالمهم كلمه من هنا على كلمه من هنا اتفقنا ان احنا هنعمل الاحمر هو ثالث لون، يعني اكتر لون الاسود والازرق، يليه الاحمر، يليه الابيض والجملي. وطبعا لان كل حاجه بتحصل سكريبتد، اللي حصل ان الاحمر هو طبعا اكتر لون باع. ومش اكتر لون باع عادي، احنا مثلا لو هنقول اللي احنا بعنا 500 دواسه، في منهم 250 لون احمر والباقي على الالوان الثانيه كلها. فكان كل يوم صاحبي يقول لي ايه ده، ما الاحمر بس اللي بيبيع؟ اقول له بس استنى بس عشان صورنا الاحمر، لما نصور الالوان الثانيه هنشوف الاحمر يفضل يبيع. ادور في عذر جديد يوم عن يوم عن يوم، لقينا اللي احنا ستوك الاحمر خلاص قرب يخلص، فاضطرينا نصنع من جديد. وصنعنا بقى كان 80% مثلا من اللي صنعناه احمر. فالدرس المستفاد من القصه دي ان دماغ المصريين عمرك ما هتعرف تتوقعها مهما كنت ايه. وما تنساش لو عايز تعمل اوردر هتخش على اورفانو ايجي دوت كوم، ولو عايز 10% ديسكاونت هتستخدم برومو كود صفا 10.